في اكتر من طريقة لقص الصورة دي. انا هستخدم طريقة البين تول اللي هي دي اسمها البين تول اهي. دي بحدد بمشي على الصورة عن طريق النقط كده وبرسم كل نقطة لوحدها، وبعد ما بخلص بقص الصورة. طبعا هوريكم هقصها ازاي. في طرق تانية زي ان انا اعمل سيلكت ماجيك او ان انا اعمل ماجيك تول واحدد الخلفيه البيضاء على طول فهيحدد لي الصوره، ولكن دي طبعا مش هيطلع لي الدقه اللي انا عايزها او مش هيطلع لي القص اللي انا عايزه، طريقه القص اللي انا عايزها. في حاجات بتعالج الكلام ده بس طبعا هنشرحها في دروس تانية. الحاجه اللي احنا هنستخدمها النهارده في قص الصوره هي اداه البين تول اللي هي دي زي ما انتم شايفين. دي اسمها اداه البين تول. دلوقتي احنا هنقص الصوره. طبعا اول حاجة بتأكد منها ان هنا دي الصورة، العلامة اللي جنب الصورة دي حاجة اسمها سمارت اوبجكت، يعني الصورة تعتبر مقفولة ما ينفعش ان انا اعدل فيها الا في حاجات معينة. انا عشان افتح الصورة الغي السمارت اوبجكت دي بضغط كليك يمين بالماوس وبختار هنا ريسترايز لاير، العلامة بتتشال من هنا كده اقدر ان انا اقص الصورة زي ما انا عايز. هنبدأ نقص الصورة. هنضغط على اول نقطة كده وبعدين هنيجي مثلا عند الجزء ده ونضغط على الماوس ونفضل نحرك كده بالماوس اهو زي ما انتم شايفين. الخط اللي هو الازرق ده اللي هو بيتحرك تحت ده هو ده اللي احنا هنقص بيه. تمام. بعد ما خلصنا بضغط على كيبورد زرار اللي هو مكتوب عليه الت وبدوس على النقطة دي وبعدين اضغط مسطرة عشان احرك الصورة كده، واجي للجزء اللي مثلا هنا واضغط على اعمل نقطة وبعدين احرك المارك بتاعي كده. بحاول على قد ما اقدر ان انا امشي على الصورة وبعدين اضغط الت واضغط على النقطة دي اكمل هكذا. بضغط على نقطة وبعدين اسحب الماوس لحد ما اعمل الكيرف اللي انا عايزه على الصورة. انا طبعا في ناس ممكن تقولي طب انت ليه بتضغط على الت هنا او بتضغط الت وبتدوس على النقطه دي؟ انا ممكن اكمل الصوره دي كده عادي. انا بضغط الت عشان اقفل النقطه التانية دي. يعني انا عندي الخط ده كده، ده لو انا فضل موجود زي ما هو وجيت رسمت تاني هيمشي على الكيرف، عمل لي كيرف كده ما اقدرش ان انا اتحكم فيه، هيبقى صعب شويه او حاجه لان هو مرتبط بالخط اللي فوق ده. تمام. لذلك انا لما بضغط الت وادوس على النقطه دي فبيشيل لي الخط اللي هنا ده كده، بقدر ان انا اعمل كيرف زي ما انا عايز. مش شرط ان انا امشي على الكيرف الاساسي. نكمل كده برضو بضغط الت هنا كده وهنا وبعدين بضغط الت. انا اصلا طريقة ان انا اعمل الموضوع ده اصلا سهل جدا مش صعب. انا مجرد ان انا بعمل هنا نقطة مثلا وبختار وهنا مثلا اجي ادوس نقطة وافضل دايس على الماوس واحرك كده بحيث ان انا اعمل اظبط الكيرف على الصورة كده مثلا، وبعدين اسيب واضغط الت وبعدين اضغط على النقطة دي زي ما قلت لكم عشان اقفل الكيرف. لان لو انا ما ضغطتش الت على النقطة وجيت عملت مثلا كيرف كده وكملت هيعمل لي كيرف بطريقه اللي هو ماشي بطريقه معينه في الكيرف. طبعا الاوبشن ده احنا بنستخدمه بس في حاجات تانية كده اهو. ابدا ان انا ارسم نقط كده في الحتت الصغيره. انا مش شرط ان انا اسحب الماوس، انا ممكن ارسم نقط كده يعني اعمل كليك بس ابدا اعمل نقط كده وخلاص لحد ما اجي في حته فيها كيرف واجي هنا عند النقطه دي واعمل الكيرف بتاعي وبعدين اضغط الت واضغط على النقطه دي. نيجي هنا للجزء ده فيه كيرف اهو او دوران، فانا عندي النقطه الاولانيه هنا فهنيجي للنقطه الثانيه مثلا. طبعا انا بختار يعني انا برسم زي ما انا عايز. هو الرسم بالبين تول عباره عن فري انت بترسم فري مفيش حاجه بتحكمك. فهنيجي هنا مثلا ونعمل نقطه هنا ونسحب كده عشان نعمل الكيرف يمشي مع الصوره وبعدين نضغط الت ونيجي على النقطه دي ونكمل هكذا. لو انا حبيت مثلا احرك نقطة من النقط اللي انا رسمتها دي او عايز ارجع لها تاني او ما شابه يعني بدوس على كنترول عشان احرك النقط دي. بدوس على كنترول فالماوس بيتغير زي ما انتم شايفين كده. اول ما بدوس على كنترول السهم بيتغير كده اقدر ان انا احرك اي نقطة من اللي انا رسمتهم زي ما انتم شايفين مجرد ان انا دوست على كنترول. نكمل. في طريقة تانية ممكن نشتغل بيها غير اللي انا بشتغل بيها دي، هي ان انا ارسم مثلا خط كده
من هنا، من نقطة من هنا واخرها يبقى هنا، واجي ابدا اعمل بوينت جوه الخط نفسه. يعني مثلا انا لما باجي اقف هنا كده في علامة زائد بتبقى موجودة جنب الماوس اللي هو البين تول، اضغط على اي حتة انا عايزها مثلا كده، فبيعمل لي نقطة جديدة. بضغط على كنترول واسحب الصورة مثلا كده، تمام. ممكن اعمل نقطة هنا كده، وبعدين اسحب دي كده هنا تاني، وبعدين اعمل نقطة هنا واسحب دي كده هنا زي ما انتوا شايفين. هي الفكرة كلها ان في مش لازم تلتزم بطريقة معينة في استخدام الاداة. ان شاء الله باذن الله هنزل لها درس خاص بالاداة البين تول ان شاء الله. طبعا انا هسرع الفيديو عشان بقية القص بتاع الصورة تابعوا معايا. طبعا احنا هنمشي نفس النظام، هنعمل نقط وكيرف زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين ندوس الت. انا شايف ان دي اسهل طريقة، بدوس الت وبعدين اقفل النقطة وارسم كيرف جديد. هسرع انا كده هسرع الفيديو عشان الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش كبير. كده انا طبعا قربت اخلص. هنا دي النقطة اللي انا شغال فيها اهي، ودي النقطة اللي انا بدأت فيها. بعد ما نخلص خالص هنقفل اخر نقطة احنا او اول نقطة احنا بدأنا بيها. في حاجة انا عايز اقولها برضو واحنا شغالين كده، انا بعمل مثلا بوينت كده، لو انا عملت مثلا حاجة مش مظبوطة ممكن ارجع عن طريق ان انا بعمل اندو دي او كنترول زد، اختصارها في الكيبورد كنترول زد. بضغط هنا وبعدين اضغط تاني بيرجع لي الامر اللي انا عملته، او لو ضغطت كنترول زد في الكيبورد بيرجع لي الاوامر اللي انا عملتها. نسخة او اصدار الفوتوشوب اللي انا بشتغل عليه هو فوتوشوب اللي هو 2020، عشان برضو الناس اللي حابة، لو انت عايز تعرف تشتغل على انهي اصدار. اللي انا شغال عليه ده اللي هو 2020 او 2019. هنكمل قص كده، نضغط الت وبعدين نقفل الصورة، نضغط برضو هنا كده، ممكن اضغط هنا كده واعمل نقطة هنا كده واحركها بكنترول. بحرك اي نقطة انا رسمتها بكنترول برضو عشان الناس اللي ما كانوش معانا من اول الفيديو. اي نقطة انا رسمتها بضغط كنترول عشان احركها. طب لو انا عايز امسح نقطة من النقط دي مثلا، بضغط على بضغط على النقطة نفسها، بيجي لي علامة ناقص كده جنب الماوس، اول ما بضغط عليها النقطة بتتمسح على طول. تمام. نيجي هنا كده اخر حاجة وبعدين نقفل الرسم كده. بعد ما خلصنا بالاداة البين تول وعملنا البنات دي كلها، طبعا انا عملت بسرعة في بعض الحاجات ما يعني كنت بعملها بسرعة فممكن ما تكونش مظبوطة معايا قوي. بعد ما خلصنا بنفس اداة البين تول دي هضغط كليك يمين وبعدين اختار ميك سيلكشن، وهنا الفيزر ده هنخليه صفر زي ما هو، وبعدين اقول له اوكي. طبعا دي الحاجات دي خليها زي ما هي، وبعدين هنا هدوس اوكي. كده عمل لي سيلكشن عن طريق البنات اللي انا رسمتها. تمام. هاجي هنا على السيلكشن دي او العلامة دي، وبعدين اضغط كليك يمين على الصورة واقول له لاير فيا كوبي او لاير فيا كات. لو انا عملت كوبي هياخد الصورة اللي انا قصيتها دي كوبي ويخلي الصورة الرئيسية دي زي ما هي. لو انا عملت كات هيقص الصورة دي من الصورة الرئيسية زي ما انتم شايفين كده. لاير كوبي خد كوبي منها والصورة الاصلية زي ما هي. ولو انا عملت لاير فيا كات هيقص الصورة نفسها من الخلفية زي ما انتم شايفين. تمام. الاختصار بتاع الكلام ده كله ان احنا بعد ما بنخلص البن ده
لو احنا مش عايزين نعمل كده او مش عايزين نعمل البين تول وبعدين نضغط ميك سيلكشن وبعدين نعمل لاير كات او كوبي، نعمل اختصار سهل جدا، هو كنترول وانتر، كنترول زائد انتر هيعمل لي السيلكشن اللي انا عايزه، وبعدين اعمل كنترول سي كوبي وبعدين كنترول في، كده خد كوبي من الصورة اللي احنا قصيناها. طبعا انا شرحت طريقة ان انت تعملها ازاي عن طريق السلكشن او الاوبشن، وشرحتها عن طريق الاختصار. كده انا قصيت الصورة زي ما انتم شايفين. هبدأ احرك الصورة في اي حتة انا عايزها.